السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ النهارده أول فيديو بعد زيادة البنزين، بس الفيديو متصور قبل زيادة البنزين. أنا عارف إن أنا بعيد عنكم اليومين دول، والفيديو عبارة عن شغل في أوبر. وطبعا بعد زيادة البنزين الشركات بتعمل لعبة قذرة كده كلنا حفظناها، إن هي بتوقع لك الأسعار. هو طبعا الفيديو متصور قبل زيادة البنزين، بس أنا هفهمكم حاجة، إن الشركة بتوقع زيادة الأسعار، يعني بتوقع الأسعار. يعني مثلا لو الكيلو عندك هنفترض إن هو ب 5 جنيه، هتنزله لك 3 جنيه ونص، 4 جنيه. إيه السبب؟ إن هم بيعودوك انهم بعد كده لما يرجعوا الاسعار طبيعيه تاني، مع ان اليومين دول يومين شغل. مش عايزك تيأس برضك، وانزل تشتغل وقت الرزق ان شاء الله، تاخد الرحلات بسعر كويس. وبالذات اندرايف واوبر، انا كلهم تحس ان هم متفقين ان هم يقللوا سعر. واسف لو طولت عليكم في المقدمه، بس في كلام ياما الواحد عايز يقوله، ان شاء الله يبقى يقوله مثلا في فيديو منفصل لوحده. ما تنساش تصلي على النبي، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وان شاء الله الفيديو ده نزل هو قبل العيد، واحاول انزل واحد في العيد لو اعرف. كل سنه وانتم طيبين وعاد عليكم الايام بخير ان شاء الله، ومشاهده ممتعه. السلام عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ نازلين اهو بعد الفطار هنشتغل اوبر. النهارده الاربع، لان الخميس بكره مش هنعرفوا نشتغلوا، فقلت اخلص البونص كله بقى النهارده، انزل اخلصه ايه، اشتغل عليه صرف، يعني زي ما احنا ايه قلت لكم. فكده كده انا شايف بحب لما اصور اوبر بقى، بستريح حتى في التصوير. الدرايف بيبقى مش عارف. بس احنا لسه نازلين الساعه 7 بالظبط، الدنيا ايه شكلها فيها شغل، يعني الخريطه المفروض فيه معرفش بقى. انا لسه فاتح اصلا. هي صح التعريف كده. جولي بالشفا بقى في دور البرد اللي ماسكني بقاله كام يوم ده. لان الدنيا عندنا في اسكندريه ساقعة حر. لا بس ساقعة، يعني ساقعة ودور ماشي يعني. قافلها الرحلة جت. ده واقف فين؟ واقف الناحية حلوة أوي ده. عدول الناحية التانية ونجيبوه. الناحية التانية ولا الناحية التانية؟ الناحية التانية. علي؟ وعليكم السلام. مؤاخذة. آسف. تمام. خش اسكندر الجزيرة. طب لا، اوبا. طب معاك جنيه فكة معايا 5. ايه؟ طب معاك جنيه فكة معايا 5. مش عادي يعني.
يا سيدي خدت رحلة على رحلة عشان صورتها. يعني أنا جوه الرحلة قابلت رحلة تانية عاملة 8 كيلو رايح سموحة ب42 جنيه. على فكرة برضه في ناس ما تعرفش الحتة دي، إن السعر اللي بيطلع لك في أوبر هو السعر الربح الصافي يعني بدون العمولة. لكن في اندرايف انت مثلا، يعني افهمك حاجة، لو انت مثلا في اوبر طلع لك المشوار عامل 50 جنيه، ال 50 جنيه دول بتوعك بعد يعني بعد ما الرحلة تاخد نسبتها. لكن انت مثلا خدت نفس الرحلة بس ب 60 جنيه على اندرايف، تلاقيها مثلا في 10% لسه عمولة. فاهم قصدي؟ فالبرامج فيها لخبطة، فدي مش عارف دي ما بفهمهاش والله العظيم، مهما احاول افهمها برنامج تعقيد. المفروض يعديلي الناحية التانية ده، هو الناحية يعديلي ولا ايه؟ يلا اتصل بيه بقى عشان حرام اعديلي وارجع تاني. ايه؟ لا والله كنت بشوف حاجة تانية، متقلقش. لسه فاضل 3 دقايق، فاضل دقيقة ونص عشان اكنسل الرحلة. ايه؟ لا انا كنت بشوف حاجة يا عم، انت شفتني مشيت، انا مش قلت لك اعطيتك كلمة وقلت لك انا مستنيك. لا يمشوا ازاي؟ نمشوا ازاي؟ نطلعوا منين؟ سامعني؟ بقول لك نمشوا ازاي؟ وانزل بسرعة انت؟ ايه حوار السماعات دي فوق عادي؟ لقيتها؟ الحمد لله. في حاجة جت فيك؟ لا 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 بس نازل افاح عادي عادي. هي غلطتي، هي غلطتي. بقابلهم كتير دول فمتعود يعني. يا عم ماشي. ايه؟ بقول لك هي غلطتي برضه عشان انا دخلت دخلة غبية. انت دخلت دخل غلط ماشي في الشارع يا عم ماشي. انت متعصب ليه؟ ايه؟ انت متعصب خالص من ساعة ما لا نزلت. مش كده، بس انا بخش من النوم عامل حادثه بسبب حاجه شبه كده. بس بص اقول لك حاجة، هي السكة اصلا واقفة، فهو غصب عنه، هو كده كده اللي قدامي واقف وهو هيقف، فاللي جاي بيجري ورا هو ده اللي بيبقى المفروض عامل حسابه. فانا لو لبست فيه هبقى انا اللي غلطان، حتى لو هو اللي واقف مرة واحدة. اوبا تسلم. العفو يا سيدي. ايه؟ تمام. دين ماشي. خدت رحلة تانية اهي. بعيد عني بكيلو وهوديك 2 كيلو.
لا انا اقعد بقى اشتغل على الرحلات دي، لان انا كده فاضل لي كام، كنت نازل فاضل لي 17، عملت 2 كده فاضل لي 15 ان شاء الله دي اعملها، يبقى فاضل لي 14 ومع بعضينا بقى. بحبش اجري والله، بس يعني ايه، او بحب اجري بس ما ينفعش اجري، فاهمين حاجه؟ الجري غلط، بس ساعات يعني ايه بننجز الدنيا برضه مع بعضينا كده، ايه الدنيا يحب الخفاش، بس ده غلط برضه. سليم يلا. هنا حلو كده، ايه نقعد الاسبوع ايه رحلات صغننه كده، فاضل لنا 14. اللي جايه دي خدتها معاكم اهي، هاخده من 400 متر، هعديه حوالي كيلو ونص ولا 2 كيلو، ما خدتش بالي، بس رحله صغيره يعني. فانا عاوز بقى احاول بقى الرحلات اللي زي دي وفيزا، مش مهم فيزا، انا مشكلتي مع الفيزا اليومين دول، يعني الفلوس الاسبوع اللي فات ما اتحولتليش بسبب ان الفيزا اسمه ده المحفظه بتاعت سي اي بي وقفت خلاص، عايز احول بقى لاي محفظه تانية، لسه ما حولتش، مع ان انا مش مكسل، ما عنديش وقت اعملها، فعادي يعني هيجي عادي. فلوس في البرنامج يعني الفلوس كده بقى لها اسبوع البرنامج ما اتحولش. ده عندي بونص يومي ما بعملهوش، بقى صعب شويه، اخدت مشوار بس واحد طويل بيصعب عليك الدنيا، ملوش لازمه يعني 7 مشاوير في 30 جنيه قليل قوي يعني، فاللي هو انت ما بشتغلش عليه خالص يعني، انا اخدت لي رحلتين عن طريق عوضه يعني، بس لو اتحققوا في الوسط كده واحنا شغالين مش هيرضي خالص. عمر يلا. معلش الكاميرا فصلت، انا كده لسه عامل 8 رحلات، اخر رحله دي كانت رايحه سبورتنج وكمان ما كملتش تصويرها، بس ولسه في الرحله ايه، انا حاليا في ناحيه ستانلي، بس من جوه اسمها ايه، احنا كده هنا يعتبر فيرجينيا ولا فليمنج، اتلخبط هنا كلها يعني، هي كلها ببعضيها حتت صغننه، فهناخده في باب شرق على البحر، شرق دي يعني سبورتنج ابراهيميه كامب شيزار، حاجه من الحاجات دي، واحنا كده
احنا كنا ورا سوا يا باشا قدام. طيب فيلينو ولا جيجينيا؟ حبيبي كنا حلوة، يفوتني شوية شوارع كده وأبقى نفسي أصورها. الواحد بقى يعمل إيه؟ الزينة في شوارع، حتى الزينة جميلة أوي في الكوبون ده، بالذات اللي هي بيحطوا حاجات منورة كده وشكلها جميل بصراحة. عذرا بقى دور البرد اللي عني ده، أصلا يعني الواحد تعبان وشغال وبيصور بيعمل كل حاجة. الحمد لله يعني، الحمد لله الحمد لله يعني. وفي رمضان كمان الوقت والدنيا بحاول ان انا مش عارف اصور الرحلات كلها، فاقعد اصور رحلات متقطعة بس هنكمل اليوم مع بعضينا يعني. هذا هتطلع بره ولا؟ عفوا.
عشان سعيد. معذرة مش قادر اتكلم والله، البرد موتني واحتقان وحاجات جامة، بس الحمد لله يعني. احنا كده فاضل لنا، انا غالبا اصلا ممكن اسيب كام رحلة بكرة الخميس، يعني ممكن اسيب كام رحلة. هي رحلة حلوة دي، رايحة سموحة 3 كيلو ب26 جنيه. فهو اصلا الشغل يريح شوية، بلاش شوية مريح يعني، بس الحمد لله ايه. ماشي. اوعى الزينة، هي دي الزينة اللي بحبها بصراحة، مش هنقع على دماغي يعني. تفكير الناس اللي حطاها. ده كده فاضل لي 22 كده، بعد 23 هيبقى فاضل لي 7 بعد الفكرة. حكيم؟ ايوه. ونخشوا منين؟ نخشوا منين؟ قريب صح؟ ايه؟ بقول لك نخشوا منين؟ نخش منين؟ عايز نمشي من سكة معينة ولا امشي على اللوكيشن؟ اهم شيء ماشي. اهم شيء الهدف. من عينيا الاتنين يا باشا. ايه؟ اهم شيء نوصل. كلها بتوصل، بس في ناس بتبقى عايزة مثلا سكة معينة بتاع. يا باشا انت زي الفل. هنا اسهل دلوقتي. هنا تمام يا باشا. تمام يا باشا. احنا كده فاضل لنا شوية. كده فاضل لنا كام؟ فاضل لنا 7 رحلات، بس انا جبت اخري لان انا تعبان اصلا، بقالي كده كام يوم شغال وانا تعبان بتاع يومين الحمد لله يعني. بس ايه، ورانا مشوار اصلا دلوقتي رايحينه، فهكمل باقي الرحلات بكره، ولو عرفت اعمل حاجه النهارده هصورها يعني، او ممكن مش عارف بقى، هي ونصيبها. بس هو انا كده هنهي الفيديو هنا بقى. لو وصلت لحد هنا ايه، متنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك وتكتب كومنت. والله بجد بجد الواحد عنده دور تعب رهيب يعني، فدوري بالشفا برضه ويشفي كل المسلمين اجمعين يا رب العالمين.
بس السلام عليكم. يلا حصل خير حصل خير حصل خير. والسلام عليكم.